عندك قصيدة أنا وليلى؟ أنا وليلى واشطب أسماءكم. نعم. هذا الشاعر حسن مرواني يا عيني. نعم. يعني أهديها لكل المحبين أكيد. كل المحبين. نعم. أحمد راضي، الأغنية اللي تحب تسمعها وإلمن تهديها؟ على هو لأبو جواد أغنية يعني لا يا صديقي. لا يا أتمنى صديقي. المقطع الأخير وسط الظاهر ما عندهم. يجوز موجود المقطع الأول إن شاء الله موجودة يعني لا يا صديقي. وأهديها لكل القاعدين ولكل اللي يسمعوني. عمر استوديو قبل أن ندخل كان نايم كاظم الساهر نايم. زين هذه مو أول مرة. احنا اليوم يعني أعزائي المشاهدين اليوم المصورين متحمسين ودا يشاركون أيضا بالأسئلة والتعليقات، بس نتمنى ما يتركون الكاميرا، ما يخالف يشاركونا بس لا تترك الكاميرا. تغني لنا حكيم عيون لو ضحكت بعيونه؟ ضحكت بعيونه أكيد. ضحكت بعيونه. السؤال اللي أخذناه وياي ها؟ أروح لك البيانو منك أنا أروح لك. نعم وين في الدوزان؟ لا أنا أرد بعد ساعة. يلا. زين ننتقل، تحبون بيانو؟ ننتقل على البيانو؟ ننتقل على البيانو. والله ليش لا؟ ننتقل على أحسن أواصي
يم البيانو ممكن أغنية قول لي حاجة أو أي أغنية لعبد الحليم. حكيم عيون تسويها؟ لا والله. عبد الحليم لا هو يجي عبد الوهاب. أنا والعذاب وهواك عبد الحليم شاركنا لو سوينا والعبد أحسن. اللي خليتنا حبة. شو النغم؟ نجاة وليلى. روح أنا وياك أمشي. أغنيتك يوم الفرج يا ربي تغني لنا منها مقطع. كيفش؟ اي والله. ماشي. طبعا لو اقدم اعتذار للجمهور عن تاخيري، يعني ماكو فد عمل جديد، بس يوم الفرج اخذت في الطابع يمكن نقول سريع، يعني دخلت الى اذهان الجمهور وقلوبهم، فاحمد الله وشكره يعني، واحمد الله وشكره انا حاليا دا اجلس بوسط عمالقه يعني. زين الحمد لله والشكر، اول فرصه لي انه دا اجلس بوسط عمالقه. احنا نرحب بيك ونتمنى دائما تكون ويانا. الله يخليك، شكرا جزيلا. اغنيه يوم الفرج صراحه يعني حتى بالشارع صارت حديث الشارع وين ما دا امشي، يعني الطفل الصغير حلوه، بحيث احنا هنا قلنا مو معقوله يعني بشكاوي المواطنين يخلوها يوم الفرج. عندنا موضوع في التحقيق معين ان شاء الله ينزل ايضا خالين هذه الاغنيه، الطلبات عليها كثيره. بس هي مو من الحان تركيه وابراهيم تاطلس. ابراهيم تاطلس فيلم عائشه 86. نعم. بس سوي لنا فد مقطع. اي صار. يمتى الفرج يمتى يا ربي يهد الحيل هدي تعبي، يمتى الفرج يمتى يا ربي يهد الحيل هدي تعبي، بس سكاف تحن وتوافي يا قلبي، يمتى الفرج. ايش تدرون طبعا لان شوي مريض يعني. لا هو كان المفروض يساعدوك بس لا ممكن اغنيها لا اعلى. اي انا غنيتها انصى شوي لان هي القرار مالتها اعلى يصير. اي نعم. عندك اغنيه جديده؟ والله هسه بعد الجرايد بصراحه بعد يوم الفرج تفاجأت ان الجمهور رحب بي. بس الاعلام بالبدايه، وانا اشكر الاعلام طبعا فد نصيحه حلوه. نعم. هم قالوا فالصوت جميل ويمتلك القرار والجواب. نعم. اما بصوره جيده، بس نسعى انه يبتعد عن الالحان التركيه ولا فعلا. واستاذ كاظم همات اول ما قعدت وياه همات قبل ما ندخل لصالهم نفس النصيحه وجهها. نعم. فالحمد لله واشكر يعني هذا شيء مقيم. اذا هذه فرصه. لا فعلا يعني هذا تقييم لي لان انا لو ما يحسون انه اكو شيء عندي. نعم. ما يقولوا لي مثلا ابتعد عن الالحان التركيه غني، مو صحيح مثل بقيه المطربين. ففعلا انه انا هذا اللي احنا اختاريته. الاغنيه الوحيده اللي ابراهيم مو بس قرار، يمكن رائد يعرف اغاني ابراهيم اكثرها يمكن له قرار او جواب، هاي الاغنيه الوحيده اللي بيها قراره قوي وجوابه قوي يعني. صح. فاختاريتها، ما ادري يمكن اذا اكو خطا ارقام كلش. هي طبعا من احكي من اغني من داخلي. لا عندي. شكرا. يعني مو تتصور اكو فد اسئله محرجه لو لا بالعكس. لا بالعكس يعني اذا ما يجيك لا لا احنا نتمنى نحكي عن هذا الموضوع، الالحان التركيه، الالحان الموجه السائده. اتمنى يعني احنا يعني اتمنى انه عندنا الفلكلور هذا العظيم، عندنا المقام يعني يقدر واحد يتعمق به يطلع اجمل الاعمال. وخاصه يعني عن انه كل دوله ازورها يقولوا الفن العراقي رهيب، يعني الفن العراقي عميق جدا. صحيح. الفن العراقي من الروح الى الروح. يعني احنا نجي مثلا نقلد اغاني بسيطه، احنا بالعكس انتم شباب انا كنت اقعد ماكو عندي مجال، كنت اقعد بالمسرح العسكري ماكو مجال اتمرن بعود، ماكو مجال يعني عسكري لازم ادي واجبي. فكان اكو مكان حتى الريحه كان يعني ريحه بيض مقذره وما اعرف شنو، اقعد اتمرن، اقعد اخلق شيء، اريد اطلع شيء لي خاص لي. مع علم الظروف هسه لكم يعني هواي متاحه، يعني من ناحيه التلفزيون يقدم اعمالكم،
احنا كنا بالبداية سنين ناخذ عودنا ونروح نحاول احد يعني يلتزمنا، ماكو احد يلتزم. خاصة احنا يعني مجموعة فنانين يعني عشرات المطربين طلعوا بفترتنا بال 85 86. فكنا يعني رغم الظروف الصعبة اللي كنا بيها كنا نطلع من روحنا حتى نثبت انه نترك بصمة. يعني هسه انا مثلا كنت برا، جيت لقيت تلفزيون الشباب يعني اكثرها الحان تركية. ليش؟ صح، حرام. عيدوا الفلكلور العراقي، عيدوا الاغاني التراثية، اذا ما تقدرون تسوون شيء عيدوا الاغاني. او ممكن مثلا من خلال تقعد انت والشاعر او الملحن شلون كنا نسويها احنا. انا ما اعتبر نفسي انه مثل لكم، لا بالعكس انا واحد منكم. الله يخليك. بس كنا نقعد انا والشاعر نقعد شهر شهرين ثلاثة، أنا وعزيز الرسام من البداية. صحيح. نقعد شهر شهرين ثلاثة 4 حتى نطلع أغنية واحدة اللي هي 8 أسطر من أبيات الشعر، حتى نطلعها للناس بشكل مدروس، إنه ما يجي مثلا واحد من الأدباء ينتقد يقول لك شوف شنو الكلام. يعني أنت اكسب الإنسان الكبير بالسن بموضوع اللي يتقدم من خلال الكلمات الناضجة، واكسب المثقفين أيضا حتى لا ينتقدوك، واكسب الأطفال واكسب الشباب، وأنت بنفس الوقت انطيتهم فشي جميل وفشي يمكن أحسن ما يقرأ كتاب أو قصة قصيرة، يمكن من خلال أغنية يمكن تقدر تثقفه تعلمها في لغة جميلة. صحيح. درست في معهد الفنون؟ إن شاء الله. إن شاء الله. ناوي؟ والله العام كان فكرة الأستاذ منير والأستاذ سالم عبد الكريم، انه بس قلت لهم انه شرط من الشروط يكون قسم إلي خاص، بس شباب يكونوا اصوات بس. ان شاء الله. نرجع لك على موقف الطريق، لان احنا بس ان ابو جواد ابنك على فكره جواد؟ لا وسام ابني. وسام وعمر واحنا ماشيين ابو جواد وابو جواد. وسام ما ماخذ ما ابو جواد. الكابتن أحمد راضي يغني قبل شوية قبل لا نبدي تغني محروس. غنيت شوية من محروس، فنسمعها شوية لو غير أغنية كيفك يعني على العود أيضا تعزف؟ لا يعني أعزف على العود شيء بسيط يعني بس العالم يشوفون ثابرتنا على تتعزف. والله قالوا لنا على أساس هاي ما أدري كاسبر إيش بده يجيب لنا هيك أخبار يعزف كمان وعود لو هاي خال هاي الشكل بس. لا هاي هيك بس يعني فيكة صغيرة. ليش ما خليتها انت؟ الكمان ليش مو هيك سويت فيها حتى يقولون كان بعيد عليه. لا تغني شوية؟ والله أنا صوتي يعني ما يساعد. جرب بس نجرب يعني هالقد ما لازم نسمع أغاني هناك بالعود شوي حتى تغطي على الصوت اللي يقولون. يساعدني كاظم من شوية من محروس هسه يقول كاظم راح على أصعب وحدة. شوية الصوت أول شيء محروس من عين البشر وأولهم عيوني بارد عيوني عليك. حلو بعد جورج يمك بلكي ان شاء الله بعدين هو يعزف وانت تغني. وانا دربت عليها قبل ما يطلع. لا هو يعزف وانت تغني. اي شيء يغني. موقف طريف واحد يتذكره مر في حياته، بمن نبدي؟ موقف طريف هو بمسرح كركوك. نعم. هاي الحادثة ما انساها. مسرح مسويه من خشب متر يعني معلي يعني حتى لا يصعد من الجمهور. فالحفلة كلها انتهت حلوة والحمد لله نجحت. لا أقول لهم إن شاء الله سنة 91 راح أزوركم مرة ثانية وراح أشتكي. صعدوا عائلة على المسرح ما تحمل المسرح. يعني هي يمكن الواحد لو يشوفها يقول عادي مترين واحد، بس احنا حسينا الأرض انخسفت بينا.
يعني احنا واقفين ما زلزال. نشوف الا فد شيء سحبنا من للارض. المسرح كله انهد بالموسيقيين، فهذا اللي ابو الاورج صار الاورج بحضنا على سطح الهواء كرسي. هذه ما انساها طبعا طول حياتي ما مصورة؟ للاسف. كل حفلات مصوره الا هاي الحفله ما تصور. سبحان الله. بس عندك موقف آخر يمكن العود اللي أفضل من هذا وين صار؟ مسلسل المسافر كان عندي مشهد من المركب انزل بالنهر اني والعود، لان سوينا مشكله على المركب. نعم. فاجوا اهل العريس رد يقتلون على المركب. احنا اني وفنان سامي محمود وصلاح حميد ومحمود شاكر رمينا نفسنا من فوق المركب للنهر، والعود كان بيدي. فحرام العود ينطلع المي كله متروس مي، خليته بالصاله عندي. هذا تلف حتما. اي بس عندي بي ذكريات وضميتها طول عمري يبقى يعني معي بالبيت. احنا طبعا الجمهور يسأل على المسافر وين صارت؟ ليش ما تعرض؟ نعم. يسألون على طول. قبل لو سمحتي بس اي أفتح نعم. العود. اي نعم. شكرا. اي نعم. قبل فترة قريت بأحد الصحف، لأن أنا حتى من أكون بالخارج الصحف يخلوا لي إياها يعني نعم. أرشيف يبقى عندي. فكان أعتقد لقاء ويا الدكتور حسن الجنابي اللي هو المدير المفوض لشركة الحضر. فما أعرف كان ضمن اللقاء إنه المسلسل إنه بعد ما مسوق، إنه أنا على أساس قال المسلسل السوق. أنا لحد الآن كل شيء ما أعرف عن المسلسل. يعني أتذكر لحد الآن كنت بلندن، رجعت صورت بالموصل، كملت التصوير كله، وقالوا التصوير ما نأخرك أكثر من شهر. التصوير حوالي طول أكثر من شهرين، طبعا أكثر من شهرين ونص، يمكن 3 أشهر. تعرفين شغل بطيء بس هو مرتب يعني. وأنا كنت فرحان لأن حرص المخرج على المسلسل. خلصت التصوير وسافرت. لحد الآن ما أعرف شنو الظروف يعني المسلسل وين صار. لأن هو لمن المسلسل تتوجه بالسؤال الآن؟ بصراحة هو المسلسل يعني 3/4 إنتاجي والربع على شركة الحضر. ما تدخلت بأمور التسويق لأني فنان. نعم. حتى ما سمحت المدراء أعمال يتدخلون، إنه هذا المسلسل بيد أمينة، بيد شركة الحضر. الدكتور حسن الجنابي هو يصرف والشركة. لحد الآن ما أعرف، لحد الآن ثقي إنه ما أعرف المسلسل وين صار. يعني احنا الآن شلون نرد على الجمهور؟ والله العظيم أنا ما أتمنى نعرف وين شو نقول؟ أتمنى هذا الربع الإنتاج اللي أنتجوه شركة الحضر، أتمنى لو أدري هالشكل يعني كان أنا أنتج على حسابي الخاص وأقدمه للجمهور بدون أي مقابل. لأن ثقي ما أعرف، بس أنا ما أعرف، ومن حق الشركة أنه تأخر لأن يريدون يعوضون الخسارة، لأن يعني كلفهم 2.5 شهر، فأكيد يردون بالمقابل ربح. أكيد يعني أكيد. فالمفروض حسب علمي أنه الدكتور حسن الجنابي حاليا في عمان. يسوقوا ما أعرف الشركة بعمان اسمها إنجاد فيلم، ما أعرف بالضبط ما أعرف. فقالوا إنه بس الصوت الأغاني صوت الأغاني غير صالح، فيردون من الشركة الأصلية من الاستوديو اللي سجلت فيه الأغاني. فيصل العزيز. نعم. مشهد تمثيلي على اختيار لو موقف مشهد طريف. تمثيلي لو موقف طريف، لو تصير لاعب ايش تختار؟ اي لاعب؟ لاعب كرة طبعاً. قدم. لا طبعا لان مو مال لاعب يعني. لان انا اساسا حبي للتمثيل يعني يساوي حبي للغناء وهي. نعم. وان شاء الله مستقبلا لكم مشاريع، بس الجمهور العامي احنا قلت لنا خياط. احنا كنا مهيئين، توقعنا الفريق بالبدايه كله راح يكون ويانا، بس قسم منهم مشغولين بالرد الان على الهواتف بالاذاعه، فكنا محضرين انه المهنه اللي تفكرون بيها او اللي تمارسوها او اللي ناويين تمارسوها بعد الاعتزال مثلا، فانت قلت لنا انت خياط. لو نعرف من الاول كان قلنا لك ممكن تجيب لنا وياك نماذج للاشياء تصير دعايه يعني نماذج الاشياء اللي هاي نماذج اللي هذه. وين محلك؟ بيش اللي بالمكان اللي طلع منه كاظم صار محلي مدينة الحرية أم الفنانين. نعم. اعتبرها نعم. طبعا. اسعارك لا زين. الخياطه بالخياطه افضل لو بالغناء تصور؟ يعني بالاسعار؟ اي بالاسعار. والله الغناء بعدني بدايتي بصراحه، بس الخياطه بالخياطه
ماشي زين، تضرب ضربتك يعني. إذا موقف طريف تذكره؟ مشهد تمثيلي قلت لنا تحب التمثيل. نعم. عندي أغنية إن شاء الله راح تكون هدية قريبا، اسم الأغنية قصة حزينة. نعم. فبيها يعني بيها هي اسمها قصة حزينة. نعم. فهي القصة كلها مرتبطة. أنا ولو هذا المفروض سيرمو، بس اللي قاعدين كلهم أساتذة، ما أعتقد منها واحد هم معلم سيرمو فتشي. نعم. فالقصة ما بين ولو ما أريد أطيل بالحديث، إنسان حبل بنية. نعم. فيعني هي الإنسان الوحيد اللي يرضى طموحه هواية، فوصل وياها لحد الزواج يعني، وانتهت الأمور. فبدأ يشترون الملابس والغراض، حست بألم براسها مفاجئ. نعم. فبهالفترة يعني القصيرة فقدها يعني ماتت. نعم. فايش راح يعاني هو الإنسان. أنت راح تبين لنا معاناة خلقت الآن. قصة. نعم. وأني بأفكار إنه المطرب اللي يريد يطلع حاليا صحيح صوت ولحن، بس العراق حاليا بتطلع بطاقات هواي. نعم يعني صحيح. فاعتقد المطرب الناجح المفروض يشمل هاي الشغلات. نعم. يعني الاغنيه يفكر بها مثل ما قال ابو سام، الكلام شلون يدخل الاذان، وكلام هم مدروس، واللحن كذلك. وبنفس الوقت انا هم اضيف انه يدرس ويا المخرج السيناريو مال الاغنيه، لان هم تعطي حلاوه للاغنيه. إذا ممكن هسه تسوي لنا المشهد التمثيلي؟ المشهد التمثيلي عادي يعني، انه لو اكو واحد مش قال مود يعني يطلع شلون؟ لا قريبه يمك. ما يصير شلون ماكو من يصير لازم ثنائي. هسه دورك انت، دورك. هو دوري الي. صور ما تنسى منين نجيب لك اياها. وقعت. يلا شو نسوي؟ بس وقعت مو يلا نسوي. ريلاكس خلي ارتاح. ارتاح، هي ماتت شلون ترتاح؟ واصلا الميت كنت لما موتك يعني اصيح لا صيح شو هي بالاغنيه هو الانفعال انه من شو يقول الزمن بيش عمال عكس ويلف مقلوب، حلم اللي اريده رحال، يا دنيا قدر مكتوب، يا دنيا قدر مكتوب، قصتي قصه حزينه. ننتقل إلى الفنان كاظم الساهر، وانطيناك فرصة أن ترتاح وتنام ونطلع لك. ايش قد تاخذ أجور بالحفلة؟ هواي. ايش قد يعني؟ 30,000 بالأسعار الجديدة؟ نعم. والله ما أعرف. منو اللي يتفق؟ منذر منذر مدير أعمالي. نعم. يعني 30,000 لو أكثر لو أقل. شوفي أنا مقرر إنه هذه السفرات بعد هذه السفرات كل الحفلات مقررها أن تكون خيرية. أتمنى أنه بادرة من وزارة الإعلام. نعم. وبادرة من نقابة الفنانين. نعم. لأن للأسف مثلا كثير يجون مثلا يقولوا لي حفلة وهاي خاصة اللي ريحها مثلا لفلان. نعم. جمعية ما أعرف شنو، بس هي تصير إن شاء الله راح تشوفين إن الحفلات اللي راح أسويها مثل السفرة قبل سفرتي هذه الأخيرة سويت حفلة لنقابة الفنانين بالموصل ملعب الشعب. وسويت حفلة لاتحاد نساء. وحاليا كل الحفلات الجماهيرية اللي أسويها هي خيرية. كلها اللي بدون استثناء أي حفلة. نعم. إذا تسمح لي يعني أرجو أن ما أكون داكشف سر، لكن الحفلات الخيرية صادف يعني شوف هسه ذكرت عن طريق الصدفة، وأنا كنت في مكان وبالضبط أصور كان منذر اللي حضر يعني يتكلم عن هذا الموضوع. فعلا هو الطرح كانت على أساس خيرية، بس شنو اللي راد أن تباع البطاقات بشكل إلزامي على المدارس، طلاب وطالبات المدارس، وبسعر دينارين. فبشكل إلزامي اجتماعية. أنا فهمتك إنه الإلزامي سعر التذكرة إنه ما يكون أكثر من دينارين. يجوز مو إلزامي للطلبة. إلزامي. طرحها بشكل ايه؟ أنا كنت حاضرة. لا غلط. نعم. غلط. قال إذا ممكن تكون يعني الشيء الوحيد اللي عندنا إنه البطاقات تباع بالمدارس بشكل إلزامي. الشهرية أساس إلزامي. فإلزامي ما ممكن. فإحنا ذكرنا إنه يعني كاظم الساهر معروف وإلى جمهوره ما يحتاج أن يلزم أي شخص بدفع أجور بطاقة ولو كانت دينار. ومبين المهرجان باب الحفلة. فأنت نعم أكو بشر ممكن أن يجون لو كانت البطاقة للفرد الواحد 250 دينار ويحضرون وأكثر ويجون لأنه اسم كاظم الساهر وأغاني
تجذب بس الناس. اعتقد هو ما اعرف شلون يوصله، لان هو اعتقد الزامي انه متى لا تذكره عن دينارين او 3، لان مثلا بعض الناس يقول لك انا منين ادفع مثلا مثل ما صار مهرجان بابل. مهرجان بابل التذكره ب 15 دينار كانت؟ ما اعرف، ما اتذكر. 15 دينار رسميه. وصل لي خبر من الجمهور انه التذكره انباعت ب 300 دينار. شو يسوون؟ بعض الناس ياخذون ضبه دفاتر ياخذوها لهم، يتفقون بيناتهم مجموعه 10 هم ويروحون يبيعون للناس سوق سوداء على اساس هذه. فاعتقد انه المنذر للمنذر هو انسان مرهف الحس وشاعر فاعتقد انه فرض انه سعر التذكره ان يكون دينارين لا اكثر، وهذا اعتقد فد شيء من حقه يعني. لا قال عندنا شرط واحد انه تباع بالمدارس بشكل الزامي. ففي وقتها ولا راح يجيبوا غصبا عليه. في وقتها يعني كان الرد يعني غلط. انه ما عندنا هيك شيء يعني الزام وما يحتاج، يعني كاظم الساهر اذا يريد يغني فعلا والحفلات تكون خيريه فريعها واسمه يجذب اي شخص من جمهوره بحيث يشتري البطاقه وباي سعر وارده. اذا 30,000 شو نرد عليهم وش نقول؟ 30,000 والله ما قليل لو كثير بالاسعار يعني بصراحه احكي لك. اذا نراجع منذر؟ تراجعين منذر، بس هو اذا حفله كانت بفندق موجود هنا يعني لسه وياك. نعم. اذا حفله بفندق مثلا وانا اتمنى انه اخلص من حفلات الفنادق، اتمنى امنيه عندي هذه. حتى لا يزعلون بعض الناس، اتمنى ان الحفلات تكون مسارح يعني مثل المسرح الوطني. يعني هذه امنيتي اتخلص، يعني انا اتمنى ان يعز علي مثلا اغني والطاوله بها الشرب والاكل والحركه يعني ما اعتقد ولو تصير ويا الناس على المسرح يكونوا الناس خلص فضوا يقعدوا يشكوا يسمعون. بس توقف مثلا اذا فندق الفندق بجد يبيع التذكره مثلا، المتعهد بجد يبيع التذكره مثلا اذا باع التذكره ب 200 او 250. انت تتحاسب ويا منذر ما يعني ما داخل بهيك شيء. اسالي انه عمري ما قلت له مثلا ايش قد انت الاراده ايش قد هاي. واثق اي جدا جدا يعني انسان نزيه لدرجه انه يعني اقول مرات ما اسعدني مع اصدقائي مو بس منذر. نعم. المجموعه اللي يسافرون على طول. نعم. منذر كريم، حميد فرج، المطربين المقربين اللي على طول وياي اللي ما اخذوا فرصه للاسف. صلاح حميد. محمود شاكر. اقدر اوقف يم هذا الاسم؟ اكيد اقدر اوقف. اكيد. يقال انه انت طريقتك ماخذها من محمود شاكر ودفعت له مبلغ. لا ترضى حتى يبقى وما يظهر على الشاشه. والله تقدرون تسالوه يعني اذا دفعت له مبلغ بذاك الوقت انه انا بذاك الوقت من بديت يعني شوفي ليش محتز بيهم انا؟ محتز لان احنا بدينا من الصفر، يعني احنا بدينا نعتمد على نفسنا. انا ومحمود وصلاح ومالك وشعبان. كان مثلا نقول له شعبان جيب جيبك، كان اكثر واحد بينا مثلا محمود اللي مثلا يقول 600 فلس عندي او شعبان 3/4 عنده، فنتقاسمها كلنا سوا ونطلع نتمشى، يعني حتى فلوس تاكسي انه ما عندنا ناخذ، يعني الصراحه واحد لازم يحكي. انا بامكاني مثلا اخذ من والدي اخذها، بس اعتماد على النفس عندي من طفولتي معتمد على نفسي. كنت تعمل وانت طفل؟ ايه. باي عمر؟ يعني بدأ أقول لك مثل من عمر 9 سنوات. 9؟ ايه. صغير. ايه. كنت أعمل يعني ما نشجع طبعا بهالعمر واحد يعمل. لا بس يعني عمل بالعطلة الصيفية مع أخويا مع أبويا بالموصل يمارسها. مثلا 9 سنوات عندي أطلع العطلة الصيفية أروح يم والدي عنده محل موبايلات. فأقعد وياه أساعده. يعني شيء حلو هذا. أعتقد. لا هذه ما فيها شيء. بس ظروف ايام زمان ما اعتقد مثل هسه. لا اكيد. يعني هسه يمكن متهيئه للطفل اكثر من طفولتنا طفوله اعتبرها يعني اذا مو حرمان شبه حرمان، بس لا اقول حرمان، طفولتنا احنا عشناها حرمان. فهالمجموعه على طول وياي بسفراتي واصوات جميله بس ما اخذوا فرصه، كل واحد يعني كثير اصوات جميله بس ما اخذت فرص. يمكن هو احيانا الفنان مو بس امكانيه صوته. مثلا انا لما كنت اقدم اغنيه ما عندي واسطه ولا عندي ملحن عندي كبير مثلا يلتزمني ولا عندي شاعر، انا الملحن والشاعر هم مثلي نفس المستوى.
بس تبقى على الفنان شلون يطلع من المستحيل، يخلق شيء من المستحيل. وهذا الشيء يعني بشهادة كل الفنانين أعتز فيه، إنه بنيت نفسي بنفسي. كل أغنياتك من ألحانك ولا أكو أصور أغنية بدايات نعم. لا أكثر من أغنيتين. أكثر. مسلسل كنز كانت ألحان علي عبد الله. جعفر الخفاف. جعفر الخفاف مسلسل نادية. نعم. عزف رائد جورج. سعد فاروق اكو عمل بس ما اخذ يعني ما طلع. سعد طارق عمل الطفل الحجاره، عمل وطني هم قديم ما اشتهر، بس هذول الاعمال، بس الباقي كل الاعمال اللي اشتهرت هي الحالية. تتذكر اول اغنيه ظهرت بها؟ ايه اتذكر. اغني لنا منها شويه على العود. ظهرت بيها ولا لحنتها؟ لا ظهرت بيها، اول اغنيه ظهرت بيها. تلفزيون بغداد. تلفزيون بغداد. الأغاني اللي أعتز بيها جدا طبعا هذه. يا استوديو 5. لا الله يرحمه الفنان سليم الوكيل. في استوديو 5 تصوير خارجي بالزوراء، اسمها أنا وحبيبي يا هوا. وبعدها الزيتون في استوديو 5 صح؟ يذكرك المصور؟ نعم. يا شجرة الزيتون. استاذ كاظم مو اول وحده، جمال محمد يقول اكتشفت انا. لا مال موصل بس هذه بالموصل هو في بغداد. نعم. لا شجرة الزيتون اسعد، كان اسعد الغريري. شجرة الزيتون كلمات اسعد الغريري. الحاني. اما الحاني؟ طبعا اكيد. يا شجرة الزيتون يمتى يجي الغالي، شقد ناس يحبون ما حد مثل حالي. يا شجرة الزيتون يمتى يجي الغالي، شقد ناس يحبون ما حد مثل حالي. ناطر وعد هموم كل يوم اقول اليوم، ناطر وعد هموم كل يوم اقول اليوم. يمكن يجي الغالي، يمكن يجي الغالي، يمكن يجي الغالي، يمكن يجي الغالي، يمكن يجي الغالي. إذا هذا المشهد التمثيلي. هذه مصورة بالموصل. أيضا الفنان غازي فيصل بغابة بعشيقة اللي هي غابة الزيتون. هم عندي لقطة الشكل دا أتألم. حن للموصل؟ إيه طبعا ولادتي بالموصل. ولادتك. المصورين صح. المصورين دخلوا على دخلوا بالأسئلة ونعم نعم يسألوهم لأنه باعتباره من العمارة. الأصل سامرائي. نعم. الأصل سامرائي يسموه البودراج. نعم. ولادة والدي نعم العمارة. ولادتي الموصل. والدتي من النجف الأشرف. إذا في من كل محافظات العراق. عراقي. نالك سفة سعيدة وانت هنا بين أهلك فعلا في مجال فنان كاظم. أستاذ كاظم اللي أتاح لي الفرصة أكون موجودة بيناتكم. يا أهلين. ست منى؟ الأستاذ كاظم. أي أغنية؟ أي أغنية الأستاذ. لا حبستوني بغرفتي، لا حبستوني بغرفتي، ثاني يمكم جسد باقي وروحي يمه ضل شبعته. لا حبستوني بغرفتي، لا حبستوني بغرفتي، ما يمكن جسد باقي وروحي يمه ضل شبعته. بد ما يهمك حبيبي، أنا لا مهما يكون
السهر والتعذيب كله خاطر عيونك يهون أبد ما يهمك حبيبي يعني لك مهما يكون السهر والتعذيب كله خاطر عيونك يهون اسمعوا هفري وصرختي لا تبصبودي ما تمنعوني. باسل والله نقول الحمد لله والشكر على الجلسة هاي الحلوة وشرف لي كبير. احنا قدام فنانة عربية معروفة تسلم. وبين استاذنا العزيز كاظم الساهر اللي رفع راسنا طبعا، والواعبنا مات اللي رفعوا راسنا، والاستاذ رائد طبعا من الموسيقى العظيم يعني، وهذا شرف لي كبير اعتز به يعني، وفرصه مشكوره من قناه الشباب اللي وفرتها لي، وادعي من الله انه يوفقني ودائما اكون عند حسن ظنكم ان شاء الله. نتمنى لك الموفقيه باسل العزيز. والله مقطع من لسه فاكر. سهل شيء اللي تريد تقوله؟ بس الفنانين الشباب اللي متاحة لهم الفرصة الحلوة تلفزيون الشباب يعني أقول إنه الجمهور اللي حبكم يستحق إنه الفنان يتعب، يستحق إنه الفنان يضحي بفد شهر من ونسته إحنا من العراق، يستحق أن يقدم له الشيء الناضج الحلو، لأن مسؤولية كبيرة أيضا على الفنان. أنا سعيدة العفو، سعيدة ولا تقول لي قاطعتيني عفو، سعيدة لأن تطلع منك لأنه أنت اللي تسافر بكثرة ولو تمثل القطر تمثيل رائع ويبقى اسم العراق مرفوع ونتمنى لك دائما التألق. بس أنت كنت اللي متهم قبل وقلت لك صحح الموقف، انه احنا دائما نسمع انه كاظم الساهر ما فضل ان يبقى ويشارك في مهرجان بابل اللي هو للعام الماضي، وانما فضل السفر. يعني هو فتقتطع السفرة، والان انت عائد من سفر وكنت مريض وكنت تعبان وحضرت وشاركت شوفي هو كل واحد وجهة نظر، بس كيف ينقلها يعني بصورة صحيحة ولا بإساءة للفنان، تبقى يم كل إنسان ويم ضميره يعني. يم صحيح. العام الماضي أنا عندي عقد دولة دولة عربية وبأمريكا، عندي عقد موقع عقد والتزام، هي اترك العقد بس التزام. لا الالتزام حلو صح، التزام أدبي إنه أنا عندي حفلات قبل السفر بالطريقة أني يبلغون أهلي كاظم خيت هيئ بعد 3 أيام 4 أيام. شو كيف استطاعت الفنانة منى أن تعتذر عن التزامها في كندا بدون عقد؟ بدون لا بس يعني من اتصلوا بيها انه اجلت، قالت لهم اجلوا عندي التزام. نعم. وبعدين انا حاكي معها قبل فتره يعني مو ارتجال. نعم. زين كلمتي وين انا وين موقفي؟ وين مصداقيتي انا من اطلع للاعلانات انه كاظم الساهر اجى ومهرجان كبير وكاظم الساهر ما اجى؟ والله ما حضر كاظم، اخلف بينا. والمتعهد ايش راح يصير؟ راح يمكن يعني الصور المشوهه كلها يخليها باسم الفنان. فمن حقي اعتقد انا كفنان من حقي انه اقول ايه او اقول لا. صحيح. من حقي مثلا انه ما متهيئ. صحيح. فنانين تارسين البلد ما شاء الله عشرات المطربين عندنا احنا وكلهم نجوم. طيب انا اطلع على المسرح شو اقدم الجمهور؟ لا متهيئ نفسيا ولا متهيئ الفرقه الموسيقيه ولا مسوي البروفات ولا ارتجال هو العمل. بينما هذا المهرجان مثلا شوفي اتصلوا بي قبل حوالي 6 أشهر 7 أشهر كتاب من وزير الاعلام، كتاب واجاني للبيت، وصل للبيت انه هذه دعوه نتمنى مشاركتك بمهرجان بابل قبل 7 أشهر. هاي السنه يعني بحيث يعني شيء مدروس مرتب. شوف الحفله شلون طلعت، الحمد لله والشكر انه الحضور، انا كنت خايف على الجمهور من ماتوا جماعه؟ والله مات واحد بغرفتي. لا اي والله العظيم جابه بغرفتي يعني من عدم التنظيم يمكن، من عدم لا الجمهور هجم يعني ضغط بحيث الجو اللي واقفين على الباب اجوا واحد مشقوق قميصه وواحد من ناط يعني مجروح، ما سيطروا على الناس تصور باعوا بطاقات اكثر من العدد اللي يتحمل او يستوعب المسرح. ضعفين
أي. ضعفين باعت التذاكر، وحتى الناس برا لازمين تذاكرهم، اللي ما عندهم تذاكر دخلوا واللي عندهم تذاكر ظلوا برا. يعني قصدي انه انا سفري هو اعتقد جزء اخر من التضحية. يعني انا من تارك عائلتي، تارك اهلي وناسي، وطالع برا وعايش هاي الغربة، ما اعتقد انه رايح هناك حاطيلي على خدي دا اغني ومتونس طربان. بالعكس انا احس انه هذه رسالة اديها، وخلي يقال بظهري من يحب ان يقول باي نوع من الكلام. اعتقد الانسان الواعي فاهم انه فعلا كاظم انه بده يضحي وبده يطلع وبده يمثل العراق، وبعدين بده يمثل بلدي. بعدين انا بكل سفره ماخذ نفس جمهوري وطالع. يعني الحمد لله والشكر تطلعين قبل تسافرون برا تسمعون انه تسألين اي مواطن عربي يقول لك والله ناظم الغزالي. طيب ناظم الغزالي الله يرحمه من الستينات يعني غادرنا، ولو بقى احساسه يعني بقى نفسه وروحه بقى ويانا بداخلنا. بس هذا البلد العراقي البلد المبدعين اقدر اسميه. وين الفن العراقي برا خارج البلد؟ صدقيني ماكو يعني اي اغنيه عراقيه خارج العراق ما اسمع. دخلت للقاهره للتسجيلات ادخل بالشوارع، بس هسه مثلا تروحون يعني اشرطتي موجوده بكل مكان. يعني حتى صار جمهوري اجانب يعني ما يفهمون اللغه لكن يستمعون الموسيقى العراقيه. معروف. يعني الحمد لله والشكر، هذا عن جهد، هذا مو بالسهل. وهذا اعتقد مكمل لحديث للشباب انه الفن مو بس انه صوتي حلو وسمع اغنيه جاهزه راح حفظها وراح جيب تعال يا شاعر سوي على اللحن كلام ومشي. هاي مسؤوليه هذه. يعني الجمهور من يقعد يسمع مرات حتى يقلد المطرب بمشيته، يقلد المطرب بلبسه بتسريحته من يختار لك قمصانك؟ من يختار لك؟ انا رسام على فكره. يعني كان لو وياك فد لوحه ارسم عيون بس. ترسم؟ أعطيك ورقه ترسم؟ انتهى البرنامج شفت؟ لا بعد عندنا فقره للرد على الهاتف. اوكي رد على الهاتف بعد ما تخلصون يعني يكون كامل ان شاء الله. يعني قصدي انه اتمنى انه يسمعوها من عندي بحب بس الفنانين الشباب لا اكثر ولا اقل بس ان شاء الله. واتمنى لهم كل التوفيق لان واحد ما شاء الله واحد احلى من الاخر بصراحه احكي لك. وطلعوا من التقليديه هذه انه يحط له وهو رباطه وقاعد اللي بالحديقه والعرق منه يصب والله مجمده ورا الشجره ويطلع حتى يغني. لا هسه الشباب بدأوا يتحركون الحمد لله والشكر. في عبرة الشط ممكن فد مقطع منها قبل لا ترسم العيون قبل فقرة ترى ماكو واحد ما يقدر يرسم عيون. اخذ ورقه ورسمها. راح نوزع اوراق ويرسمون عيون. شوف يا احسن واحد نوزع اوراق بين ما ترسم العيون. يعني ما راح تسمعنا انت منسحب ما ترسم عيون انسحب بس ما يرفكت هذا رسم ترسم عيون هسه رسام ما راح تسمعنا. يعني بعدين في الاستوديو شفت الحركه اللي سويتها على العود واللي قلنا هي هذه التكنيك اللي يجيده كاظم الساهر ممكن نسويها. هي كاظم خوش عازف عود. لا تمرين مسويها يعني مو مثلا مرات شلون اول ما بدا رائد دخل سوى احماء اصابع انا سويت احماء يعني. بعد هذا الإحماء حتى الرياضيين موضوع الإحماء وبعدين حتى راح ننتقل لهم. طبعا إحماء أكيد حتى غنيت في سوريا لحافظ أسد في حفلة خاصة؟ لا ما غنيت؟ لا خاصة ولا عامة. غنيت للشعب. غنيت للشعب بصورة عامة لأن ما تعرفين شلون استقبلوني استقبال راقي جدا. يعني غنيت بحلب. نعم. وغنيت بحمص وغنيت بدمشق وغنيت باللاذقية. كانت تظاهرة يعني فنية مو بس يعني حتى الموسيقيين اللي كانوا معي. نعم. أخذت وياي حوالي 17 عازف على فكرة يعني. نعم. يعني قالوا مثلا أول مطرب يجيب عازفين بهالعدد واثنين من لبنان وواحد من سوريا عازفين. مهندس صوت من سوريا أيضا. إذن لا حفلة خاصة؟ أبدا ولا حفلة خاصة سوينا بسوريا. ولا حفلة عامة؟ عامة سوينا حفلات. لا تغنيت بيها لحافظ أسد. لا ما غنيت. لا. إذا ما غنيت. لا. إذا ننتقل للاعبين ونقول لهم ما معقولة تبقون بهالبرود وراكم سفرة يوم الأحد
ونعسانين وكسلانين وما تبي أدري تسألي ولا نجاوب؟ انت هسه اسالهم، اخذ دوري وانت اسالهم، انت الكابتن، فاسالهم حرك لي اياهم. شو تحركهم بالساحه؟ حركهم هسه الان. اي حبيب حبيب يعني شو ساكت كلش. حركهم حركهم؟ اي سووا لي دربل خل سووا لي دربل. لا انت مو انت خوش لا تسألين لا انت اسئله. لا والله انت بمكاني الان. انت المقدم وحركهم، صورهم بدل الساحه، الان هم امامك وانت راح شلون. يعني هسه اسال ليث يعني اقول له هسه انت ايش محتاج هسه يعني؟ ايش محتاج هسه؟ هو اكيد هسه محتاج في الشغله. مش محتاج شغله ثابرنا بيها هناك. يعني الانسان يتغدى ويتعشى يشرب شاي. هو من يشرب شاي لازم يشرب شاي. فهو هسه اكيد محتاج شاي. فاحنا اذا ان شاء الله يعني ضيوفنا نوعدهم على الحلقات الجايه شاي وقهوه. لا يجوز ما تشملهم بس ليث يعني ترمز مالته بيده بس بعد عايز وين الترمز هيك بس يعني يخلص هجمه يشرب شاي. بالسياره؟ ايش تتذكر؟ بس نختل سعد. او شلون تحرك لنا اياه الان؟ سعد هم ليش حركتهم الجماعه؟ هو حكى وجاوب حكيت وجاوبت ما ادري يعني شلون. لا شلون سعد نقدم؟ بس هاي بالتمرين اعتيادي، هاي طلبته خاصه ما حد يتحرش بيها. لازم يشوتها اللي يحصلها هاي طلبتي ياخذها. ايضا انت حكيت مو هو حكى. انا أريد هو انا واحمد تسال او تحرج لانه انتم تعيشون سوا فتره. اي طبعا. يعني هسه الألفة اللي بينكم أكثر من الأخوة وأكثر من اللي عايشين في بيت واحد. عندنا تمرين عندنا شوت على الجول يعني. انا واحمد شوت بس نلتقي بالطاوه يعني كل من ياخذ طابات زينه. طابات الباقي مو زينه. هذا السبب يخليك مرات يعني بطيء كذا؟ لا طبعا لا. وانتقل إلى الفنان كاظم ساهر. شيء عجبك تسمع أي أغنية؟ الوهاب. عبد